سورة الفاتحة وسورة مكية وسورة القرآن الكريم كوجوه جيدي وأفضل سورة في القرآن سورة القرآن كجرة تنوه فضل بدن وسورة الفاتحة قرآن كنواس المامي سنة نواس اكتي قرآن كنواس المامي يهوه سبحانه ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم 7 من المثاني والقرآن العظيم سورة الفاتحة هي 7 من المثاني سنة رسول سودات أبو المعلى لصحابية يا رسول المساجد وقوة ظهرين لو علمنك أفضل سورة في القرآن أبو المعلى وعن كبرايا سورة كشف القرآن كتنوه فضل بدن ولا باشاري الباب دي كبعيدا لو نوادك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن وفود الله من أوسنوه أسأل رسولك وغن عينك فارقود مركز رسولك يري وارنتا أفضل سورة في القرآن هي الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين هي 7 المثاني والقرآن العظيم قلت هو أفضل سورة في القرآن على الإطلاق وهو يتبني أفرتي مركي ليس جايه فاتحة أغفين بدن أغفين بدن وهذا نكو قرميسان إن رسولك كبغي ركن من أركان ورسولك يري لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كل كاسين نغنغون إساهدنا قل ركن والبلجلتا كل سورة الفاتحة ومكية ومدنية والغمر هي مرتين بيدكتي مرنا مكة مرنا مدينة لكن مركز جليس النوء ولقد آتيناك 7 من المثاني قول 7 من المثاني إجماع المفسرين من الفاتحة تايو آيات حديث جيتا سورة الحجر ربما يود الذي سورة الحجر وسورة مكية كل كان منكر المدينة يكون سودكتي هو عن سودكين أمريكا اللي سوما نيجل إذا الفاتحة القول الراجح وسورة مكية أنا سورة دي كوبادة القرآن وحينك كوبانتا تدباها يدو بس إنك أغرمتي ستدى حديثة سوقتي إمامنا الشافعي آية من هذا قضاء قلت بس إنك آية فاتحة كمدة فضبطي وابعدا وإن لم تكن منها جلالين كثير إمام الشافعي وحيري وإن لم تكن منها حديث بس إنك سورة البوالجرى فاتحة كمد معها فالطابعة وحيك بالله من غير المغضوب عليهم وربانه وإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بآيات غير المغضوب عليهم وربانه على كل حال فضلها يدور سورة الفاتحة حديث قدسي أقصه أروري وربي سبحانه وتعالى صلاتكم بغحاضي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل وحيوقف سورة الفاتحة لبقى يبوت أنك يا أدونك يوقف جنتا ويا أدونك ويجيسوا لي الحمد لله رب العالمين آيات كوبا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدح راس آيات لله عز وجل لا حالة إياك نعبد وإياك نستعين بيني وبين عبدي إياك نعبد إله وإياك نستعين أدونك عليه اهدنا الصراط المستقيم بكدهم بيسنا أدونك عليه ولعبدي ما سأل مركز ربي سبحانه رسولك نسوك فيه فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي أدونك لي وإن مهدي وإذا قال الرحمن الرحيم يقول المولى عز وجل أثنى علي عبدي أدونك لي وإن منوها من أن حريص بطنه سيغي وإذا قال عبد مالك يوم الدين يقول المولى عز وجل مجدني عبدي أدونك لي وإن ترفي وإذا قال عبدي إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي أنا ربحيسا وإفادنا إلى حاله كان مجرين أدونك عليه كل كذلك وحاوها يا هو صادق نرس هذا فأيكوك وبنتا إياك نعبد وإياك نستعين إذا قال له أبو ريماهن إذا هذه الكتب أغنى متطلبات أبلاد هذه يدي بالعانية بابور له يدي خوش وايدين قيد هذه له أبيك إياك نعبد الله غربا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فاطير له أبو ريكوتوس أما واحد أباهني وإياك نستعين إله واحد أباهني أبان كارباك أحبابتنا سمس إلا وفوق المين أيها تبال لمن ما أهانوا وإن لغو درينا إنا بيعدي إن كافي عن وحي أقمتين دموردي أحد كافي عن أبوكم رزقك يوعد هذه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وفي السماء رزقكم
وما